ما تشهده البلاد من تطورات في المجال الاقتصادي، لا سيما وأن المصارف الأهلية كان لها الدور البارز في هذا المضمار من خلال الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تقدمها للزبائن، ومنها الادخار، فإن من يمتلكون رؤوس الأموال وهم ليس بحاجة لها يقومون بتوديعها، وهنا يلعب المصرف دور الوسيط في إعطاء هذه الأموال إلى أصحاب المشاريع المستفيدين من خدمة القروض. بدأت تتطور المصارف الأهلية وانفتاحها على النظام الدولي العالمي. إضافة إلى ذلك ساهمت بتطوير الوضع الاقتصادي بالداخل، باعتبارها هي بدأت تستثمر الأموال المودعين والأموال رؤوس الأموال اللي عندها بمنح القروض للمشاريع، حتى المشاريع العملاقة من خلال تسهيلات لرجال الأعمال والمشاريع الصغيرة اللي هي تدعم بالتالي البنية الاقتصادية للبلد. ادخار أن أنا أحط مبلغ معين في مصرف بقصد أن أدخره. طيب المصرف لما راح ياخذ هاي الفلوس هو ايش راح يسوي بها المصرف؟ راح يضخها مرة ثانية بالائتمان. الائتمان يدخل إلى مشاريع، يعني البنك راح ينطي ائتمان إلى شخص هذا ما يعرفه. أنت تأخذ الفلوس من شخص وتعطيها لشخص، هذول ماكو بيناتهم علاقة. الوسيط الوحيد هو المؤسسة المالية المصرفية، يأخذ من شخص أمواله فائضة ويعطيها إلى شخص عنده شحة بالتمويل. تساهم عملية الادخار بالحفاظ على الأموال وكذلك تنميتها داخل المصارف، فهي تودع عندما تشكل فائضا عند أصحابها والرجوع إليها عند الحاجة إليها، وأن هؤلاء المدخرين يساهمون أيضا في عملية التنمية الاقتصادية للبلاد، ولكن بصورة غير مباشرة عن طريق المصارف، بالإضافة إلى ما يلمسه المواطنون من سهولة في التعامل والإجراءات المتبعة من قبل المصارف الأهلية جعلهم يقبلون عليها بشكل كبير. بالنسبة للادخار أنا من سويت الكيكار راح يجون ناس يسحبون فلوسهم، من يسحب فلوسه راح يزيد عنده فد مبلغ معين يفتح حساب جاري أو توفير، فإذا فتح الحساب الجاري والتوفير هو هذا عملية الإيداعات يسموها عملية الادخار. احنا رجال الأعمال يعني نتعامل أحيانا مع المصارف بكثرة، ولذلك اتجهنا المصارف الأهلية لأسباب. أولا التعاملات المصرفية اللي موجودة سهلة، عملهم سلس أيضا في نفس الوقت، وتعقيدات اللي موجودة بالمصارف الحكومية غير يعني أقل نسبة مما متوفر في المصارف الأهلية، ولذلك ترى أنه أكثر رجال الأعمال فتح حساباتهم الخاصة في المصارف الأهلية والتعاملات مالتهم أفضل. تلعب المصارف الأهلية دورا مهما في دعم القطاع الخاص وكذلك خدمات التوفير التي تقدمها تلك المصارف لتكون عملية تبادل منفعة بين أصحاب رؤوس الأموال وبين المستفيدين منها. لقناة العراقية الثانية عادل جبار، بغداد.